سوف نرد عليكم التقرير الصحفي الموجه للرأي العام ولممثلي الصحافة والحضور بشكل عام في هذه الندوة الصحفية. بعد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التواصلية بين ممثلين عن المواقع التابعة لجهة قليمين في السمارة، اجتمع التمثيلية عن هذه المواقع يوم 25 يونيو 2011 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفرع المحلي بقليمين، قصد تدارس مجموعة من النقاط على رأسها الدفع بتوحيد النضال على مستوى هذه الجهة، وذلك من خلال تأسيس الائتلاف الموحد لمعطلي جهة قليمين السمارة. الائتلاف الموحد لمعطلي جهة قليمين السمارة. المواقع المؤسسة للائتلاف هي كالتالي: التنسيقية الإقليمية لمعطلي قليمين. نبذة عن هذه التنسيقية. فمنذ تأسيسها دخلت التنسيقية الإقليمية لمعطلي قليمين في مجموعة من الأشكال النضالية أمام مقر ولاية جهة قليمين السمارة. عرفت مشاركة معظم المواقع التابعة للإقليم، وذلك بهدف توحيد صوت المعطل أمام سياسة التماطل والتسويف والقمع التي تنهجها الجهات المسؤولة في وجه مشروعية الملف المطلوب للجماهير المعطلة، متمثل في الشغل القار الضامن للكرامة. وقد دخلت جميع المواقع المنضوية تحت لواء التنسيقية الإقليمية لمعطلي قليمين في حوارات مع والي جهة قليمين السمارة كانت نتائجها متشابهة الهدف، منها فرض سياسة الأمر الواقع على المعطل. مجموعة الأمل لمعطلي طنطان. خاضت مجموعة الأمل لمعطلي طنطان منذ تأسيسها معركة نضالية تجلت في وقفات على امتداد أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس بشكل أسبوعي، تتخللها بعض المسيرات كانت نتيجة لسياسة التماطل والإقصاء الذي يعيشه المعطل بإقليم طنطان. وفي الأسابيع الأخيرة تم تكثيف الأشكال النضالية، وذلك في شكل وقفات مسائية في الشوارع والأماكن العمومية ضدا على سياسة تكميم الأفواه والمتجلية في الحلول الترقيعية التي ترمي من خلالها السلطات إلى امتصاص غضب الجماهير المعطلة وشق صفوفها المترصة. معطلو السزاك. ارتأت مجموعة معطلو السزاك إلى الدخول بشكل لا مشروط ضمن حركة الائتلاف الموحد لمعطلي جهة قليمين السمارة من خلال قبول فكرة التنسيق وتوحيد صوت المعطل بهذه الجهة في إطار التشبث بحق التشغيل والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية. وتأتي هذه الرغبة الجماهيرية نتيجة تماطل الجهات المسؤولة في التعاطي مع ملفات المعطلين محليا وجهويا، وغياب إرادة لإيجاد حلول ثابتة لملف المعطلين. ثم هناك موقع أم الحسن المنضوي تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات فرع أم الحسن. يشتغل موقع أم الحسن للمعطلين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات وفق ضوابط منظمة داخلية تعتمد في نضالها على برنامج محدد، إلا أنها عرفت تراجعا على مستوى الاشتغال في الآونة الأخيرة نظرا لسياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة من طرف الجهات المسؤولة، وما غياب الحوارات مع هذه الجهات إلا تعبير صريح عن التعنت والحيف اللذان يطالان الملف المطلبي للمعطلين بفم الحسن. وأخيرا الخطوات المستقبلية للائتلاف. انسجاما مع الخطوات النضالية لكافة المواقع التابعة لجهة قليمين السمارة، تقرر الدخول في أشكال نضالية مشتركة على مستوى مركز الجهة وعلى مستوى الأقاليم التابعة لها، وتتمثل في برنامج نضالي موحد وشامل يهدف إلى تحقيق الشغل الضامن للكرامة الإنسانية، نحتفظ لأنفسنا بطرق الرد الكفيلة على أساليب المقاربة القمعية الهمجية التي نستنكرها وبشدة.